على متن رحلة خاصة قادمة من الجزائر، حطت بعثة الخضر الرحال بأرض الحبشة في مهمة جديدة لتأكيد العريض على منتخب إثيوبيا بمدينة البليدة. ضمان تأهل مبكر لكان الجابون هو الهدف الذي يعول عليه أشبال المدرب كريستيان غوركيوف، فهذا الأخير في حال الفوز بهذا اللقاء سيحقق ثاني تأهل مبكر على التوالي بعد كان غينيا استوائية، ويسمح للخضر بتحسين مستوى ترتيبه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. لن تكون مباراة سهلة لأن الظروف هناك ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب. لدينا الإمكانيات للفوز بهذه المباراة، علينا التركيز جيدا من أجل انتصار. إنها مباراة معقدة ونعرف الظروف في إفريقيا، لن تكون مباراة سهلة كالذهاب، وسنعمل على تحقيق الفوز. مي الحمد لله ربي رانا بريباري باش ان شاء الله نجيبوا ريزلت بوزيتيف ان شاء الله. المنتخب الإثيوبي الذي يحتل المركز الثاني في هذه المجموعة ب4 نقاط يريد محو نكسة سباعية البليدة بميدانه، وأبعد المدرب يوهانس لاعبيه عن ضغط وسائل الأعلام المحلية التي باتت تطالب بنقاط الفوز الثلاث أكثر من أي وقت سابق. المباراة المقبلة بين الجزائر وإثيوبيا بملعب أديس أبابا ستكون في غاية الأهمية لفريقنا، لأننا بحاجة ماسة لنقاط الفوز، وهذا لرفع حظوظنا للتأهل في المركز الثاني رفقة الخضر. ومن أرض الحبشة ومن ملعبها يريد محاربو الصحراء المضي قدما لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي بدأوها منذ انطلاق التصفيات والخروج بالعلامة الكاملة. معنويات مرتفعة تسود بعثة المنتخب الجزائري في سفرية إثيوبيا، وكلهم عزم على اقتطاع تأشيرة المرور لكان الجابون قبل الأوان، رغم أن الظروف الإفريقية تظل صعبة. حسين بوصالح، BeIN Sports من العاصمة الإثيوبية